حب الاخوات خلى الدنيا خد وهات. العيلة وحبهم في بعض وتكاتفهم خلى اللي في جيبي في جيبك واللي في جيبك في جيبي، الدنيا بيس. بس ما بقاش عندهم ثقة بينهم وبين بعضهم. عملوا زي الغريق، الشاب اللي نزل البحر، واحد يقول غريق انا بغرق غريق، والناس تنزل تلحقه، يقوم جاي لهم انا بعرف اعوم. مرة واتنين وتلاتة، لما جه بيغرق بجد قالوا غريق غريق، قال الناس قالت لك سيبك منه، ده ما بيغرقش، ده كله كلامه فاضي. العيلة عملت نفس المشكلة لدرجة ان يحيى ما بقاش عنده ثقة ان العربية دي جاياله فعلا وجاياله هدية. وكمان العيلة بدأت تعمل ضربات وبدأت تعمل تصرفات غريبة لمحاولة ان هم يتوهوا المتابعين عن اللي هم اصلا بيفكروا فيه. وليه؟ محدش فاهم. تعالوا نخش في تفاصيل الفيديو عشان ما نطولش عليكم. نبدأ بالصلاة على سيدنا الحبيب. بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله الحبيب المصطفى أشرف الخلق، سيدنا محمد، على نهج الحق وكلمة الحق، دائما مجتمعين ودائما مستمرين بحبكم ودعمكم يا أحلى ناس في الدنيا وأحلى عيلة وأحلى سند. بنحبكم في الله فضلا وليس أمرا. صلوا على سيدنا النبي سيدنا الحبيب المصطفى. وكمان نوروني بقى بالاشتراك واللايك الجميل دعما لأخوكم حبيبكم عشان نقدر نوصل لكم كل جديد. العيلة من كتر ما قلبها في بعضها ما بقاش عندها ثقة ان في حاجة جاية بجد حقيقة، مش مجرد مقلب. من فيلا العربية واشترينا ويطلع ايجار، والمفاجأة ان تطلع ايجار وترجع فتحزن صاحبها. بيطلعوا علينا بصراحة تمثيلهم والقائهم جميل جدا جدا، بيقنعونا ان الموضوع عادي ومفيش زعل ولا اي حاجة. مهما كان النفس شالت ان الواحد فرح بحاجة وفي الاخر طلعت ايجار ومش حقيقية ومش بتاعته. بالرغم من كده ان العيلة متميزة في الالقاء بصراحة، لها كاريزما مميزة في قدام الكاميرا، لها طبيعة كده بتخلي المشاهد حابب ان هو يقعد في الفيديو يطول ويسمع الاخبار والاحداث. بالرغم من كده ان العيلة في الايام الاخيرة بدأت في حالة غريبة غير معتادة من المتابعين اتعودوا من العيلة ان هم عايشين معاهم يوم بيوم، عارفين التفاصيل، عارفين منين بيودي على فين ومنين جاي على منين. التصرفات كلها بتبقى شبه متوقعة. لكن في الايام الاخيرة بعد الحصول الجدال الكبير على العيلة من اطراف كتير جدا، بقى خلافات وانتقادات وغيره وغيره، العيلة بدأت تلعب على وتر ان انا مش عايزك كمتابع تعرف انا عندي ايه بكرة او هعمل ايه بكرة، خليك في اللي بنعرض لك وخلاص، تابع الحدث وخلاص. ودي طبعا كتير من المتابعين مش هيبقوا حابين حاجة زي كده، لانهم ما بيحبوا اليوتيوبر، بيحبوه كأخ، كأسرة، كعيلة، كواحد عايزين يطمنوا عليه كل يوم، عايزين يعرفوا اخباره كل يوم، بياكل ايه، بيشرب ايه، حياته ازاي، قام امتى، نام امتى، طبيعة اللي هو انا واحد من الاسرة، انا عايش معاك. وده الواجب، وده من وجهة نظري دي الواجب على كل يوتيوبر عرض حياته كأسرة بقى، والناس حبته فعلا. في ناس هتخش تقولي لا احنا مش عايزين نتدخل في الحياة الشخصية، احنا لنا بالمحتوى. ما هو المحتوى هو محتوى يوميات، بيعرض يومياته، كوميديات، مقالب، هزار، كلنا كذا، خرجنا كذا، فلوج كذا. هي ديت اليوميات، هي ديت القناة القايمة على كده. تحديات اكل، عملنا اكله النهارده كذا وعملنا عليها تحدي، رحنا النهارده في الحتة الفلانية وجينا اشترينا كذا. هي الحياة اليومية ومتوقفة على كده في المحتوى. فطبيعي ان المتابع عايز يحس يعني متابع من خارج مصر عايز يحس ان هو عايش في مصر، خرج معاك، جه معاك، كل اكله مصريه، شاف الطبيعه المصريه، شاف الهزار المصري. هي دي الطبيعه اللي محتاجها المشاهد سيان من داخل مصر او من خارج مصر، طالما انتبه لقناه معينه وحبها وبقى حياته يوميا، بقى روتين يومي كده ان لازم يفتح يتفرج على القناه ديت، يشوف هزارها، يشوف ضحكها، يشوف كلامها، يشوف اكلها، يشوف خروجاتها. فالايام الاخيره بقى في حاله من الجدل كبيره جدا حول العيله، ان هي مش عايزه توصل للمتابع الحياه زي ما كانت بتنعرض. بقى في تاخير في عرض المحتوى من ناحيه تدارجه، ترتيباته يعني. بقى في ممكن فيديو المفروض ان ينعرض بعد 10 ايام ينعرض
اليوم، وبعد 10 ايام ينعرض فيديو من اقدم. كلام بيبقى مرسل في بعض الفيديوهات لمحاولة لخبطة المتابع، لخبطة القنوات، لخبطة الكل. ليه؟ مش عارف. هل يا ترى هم بيعتمدوا مثلا على ان هم عايزين يوصلوا للمتابعين ما يسمعوش اي قناة غيرهم، سيان نقد او اخبارية او غيره؟ عايزين يوصلوا المتابع ان انتظر الحدث فقط، ما تعرفش تفاصيل، اعرف اللي بينقالك فقط، اسمع اللي بنقوله فقط، ولا ايه الاحداث؟ بصراحة بقت في حيرة من الموضوع ده. بس بالرغم من كده نقول دكتور يحيى الف مليون مبروك على العربية، وان شاء الله ربنا يصلح لك الحال ويكفيك شرها وما تطلعش ايجار، عشان لو طلعت ايجار بصراحة هيبقى مش عارف والله، يعني هبقى مشفق عليك في المقالب اللي انتوا بتعملوها، هتبقى تردد فيك ويبقى كما تدين تدان زي ما بيقولوا، ومن كتر ما قلبك في اخواتك هيعملوا فيك مقلب. بس ما اظنش. المره دي كان محمد بيحلف ان العربيه مش ايجار، العربيه هديه ليحيى، ربنا يحفظه من العربيه ويكفيه شرها يا رب ويديله خيرها. وبتعمل العربيه دي بتعمل عنا ما تقلقش يا يحيى، ونقول لك الف مبروك وعقبال التخرج. ربنا يديم السعاده والمحبه على كل الناس. وكان من ضمن الجدل اللي صار في الفيديو ان محمود بيأكد على ان ابنه رجع المستشفى تاني ولسه ما خرجش الى الان. طبعا كلنا عارفين الحاله الصحيه لما بيكون في تسمم ميكروبي ده بيبقى صعب جدا، بيحتاج نقل دم، نقل اللي هي الصفائح الدمويه، بيحتاج صفائح دمويه، بيحتاج زي ما قلنا قبل كده مضادات حيويه قويه جدا. ربنا يتمم له شفاء على خير، سيام بقى هو داخل المستشفى او خرج او ايا كان. في ناس كتير توقعت ان العربيه كانت للزفه لان هو يجيب المولود، بس العربيه طلعت ليحيى، عربيه جديده. العربيه الله اعلم ايجار ولا لا، مش هقدر نفتي في الموضوع دوت، لان كتر مقالب العيله في بعضها خلت الكل المتابعين نفسها شك ان هينعمل فيهم مقلب. حسن بيعلن عن مقلب جديد محتاج فيه 100 واحد. هيختار يا ترى ال 100 واحد ولا ده ترويج للانستجرام بس عشان الناس كلها تخش على الانستجرام وتدعمه؟ لان عشان تعمل له مراسله على الانستجرام لو انت مش مشترك اكيد هتشترك عنده في الانستجرام، فالانستجرام هيبدا يعلى وده ربح برضه من جانب اخر. فهل يا ترى هيبقى المره دي برضه لعب على الوتر الحساس ولعب على احاسيس المتابعين، وان هم مجرد بس جذب مشاهدات وكسب مالي من ورا المتابعين، ام فعلا في مقلب ومحتاج فعلا 100 واحد؟ طبعا كلمه زي ديت هتخلي كل المتابعين ان كان اتفرج على الفيديو ده مثلا 100,000 مش اقل مثلا من 10 20,000 هيخش على انستجرام على سبيل ان هو يعني يحضر مع حوارات بقى ويحضر مع حسن ويكون معاهم في المقلب ويطلع مع العيله، فاكيد هيبقى ده جذب للانستجرام. فهل يا ترى حسن بيلعب على الوتر ده ام يا ترى فعلا في مقلب بيجهز له؟ انا بصراحه اشك في الموضوع من كتر ما العيله بدات تقول في مفاجآت في كذا في كذا وما بينفذوش كلامهم، فبدا في شكوك من بعض المتابعين ان مفيش حاجه هتنعمل وان كله مجرد كلام. نتمنى صلاح الحال والمحال ونشوف الايام اللي جايه مخبيه ايه. حمدي بيعلن بقاله كام يوم في كل فيديو انه هيعمل فيديوهات كتير. هل يا ترى هيصدق مع الناس المره دي بعد ما خذل متابعينه في المفاجاه الكبيره واللي ما حصلتش في العالم؟ وهل يا ترى برضه حوارات بيوعد العيله بمقلب جديد وباشتراك ناس من المتابعين؟ هل هيصدق مع متابعينه ولا برضه مجرد جذب وهيخسر بعض المتابعين لتشكيكهم في مصداقيتهم؟ هنشوف الايام اللي جايه مخبيه ايه للعيله ولغيرها ولنا، ونتمنى اللي ما دعمناش بالاشتراك يدعمنا عشان نوصل له كل جديد. بحبكم يا احلى ناس في الدنيا، صلوا على سيدنا الحبيب، ومنتظر اشتراكاتكم ودعمكم الجميل.